السلام ورحمة الله وبركاته. بغيت نسقسيك هاد النهار شنو هو رد الفعل ديالك على حساب المهم التعادل ديال المنتخب المغربي ضد مالي. أولا السلام عليكم وتحية لجميع المتتبعين هذه القناة. أولا السي جعفر جميع الجماهير المغربية خرجت ساخطة على المقابلة كنا ننتظر قوى الصعود إلى هذا الدور شويه في الثاني. الجن. كنا ننتظر بأن نصعدوا للدور الثاني، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. اللعبة ما كانوش في المستوى، الخطة ما بيناش، اللعب ما كاينش. ما كاينش. واش نقول لك، لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني أنا جميع الجماهير خرجت ساخطة غاضبة. ما عجبهمش الحال. ما عجبناش الحال. داكشي اللي كاين. لا خصنا احنا دابا خصنا نفوزوا. واش نقول لك، وهذه هي كرة القدم، ولكن- تعادل انهزام وانتصار. ولكن انا كنت درت واحد الفيديو قلت لكم باللي مالي راه صعيبه، قلت لكم واش غادي نخرجوا 1-0، واش نربحوا ب1-0 ولا غادي نخسروا ب1-0 ولا التعادل. كنت قلتها لكم، كنت عارف ان مالي بالله صعيبه. عملية طبعا صعبة نظرا لقيمة الجودة، قيمة وجودة اللاعبين اللي عندهم. لاعبين محترفين في أوروبا، لاعبين غني عن التعريف. المشكل السي جعفر هو جميع الخصوم كتعرف الخطة ديالنا. الركراكي خصو يبدل الخطة، لأن الخطة اللي كيمشي بها راه ما توصل حتى لحاجة بالنسبة للرأي ديالي المتواضع. فهمت؟ لأن جميع المدربين كيعرفوا الخطة ديالنا. فهمت؟ المدرب 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 ما عندوش خطة بديلة. يعني أنا جميع اللاعبين، جميع المدربين عارفين المستوى ديالنا وعارفين الضعف ديالنا، عارفين نقطة الضعف ديالنا. لهذا على المدرب خصو يغير من اجل الفوز. الملاعب كاينه، الجمهور كاين، ودابا الجامعه كاينه. فهمتي ولا؟ دابا المشكل في المدرب سي جعفر، ماشي المشكل في المدرب. واللاعب. فهمتي ولا؟ حيت كل شي جماهير كيقول لك المشكل في المدرب. شوف سي جعفر، المدرب ملي دابا الزنفاره ديالو طالعه على السماء راه ما غايدير شي حاجه. المدرب خصو يتواضع شي حاجه ويسمع للجمهور شنو كاين. فهمتي ولا؟ لأن إلا ما تواضعش وما خرج مع الجماهير شنو باغي الجماهير، يعني ما يمكنش. هي كرة القدم هو التعادل بمذاق الفوز بالنسبة لنا، ولكن لا احنا ولكن الماتش المقبل غادي يكون صعيب. فهمتي ولا؟ يعني احنا غنتأهلوا، ماشي ما غاديش نتأهلوا الدور الثاني، غادي نتأهلوا الدور الثاني، ولكن ما احنا خصنا الإقناع. خصو المدرب يغير، خصو يدير التغيير. وشنو بان لك من غير دياز، خرج دياز؟ أشوف السي جعفر، نكون واضحين. اللعب المهاجم ما يكون في المستوى إلا كانوا المدافعين والوسط. إلا كانوا الوسط إلا كانوا في المستوى تاع المهاجم غيكون في المستوى. فهمت ولا؟ هما لا مدافعين. الدفاع ما كاينش. الدفاع ما كاينش، الوسط ثم راه كان متخبط. فهمت؟ يعني الصراحة هي هذه خصها إعادة النظر. إعادة النظر. كاين اللاعبين اللي يستاهلوا يلعبوا وكانوا عليهم يعني يستاهلوا المنادات. المدرب يمكن انا كيجيني راس القاطع شي بعض القرارات، ولهذا المدرب خصو يتواضع وخصو يخرج بشي خطه بديله ويلبي هذا الجماهير، لان الجماهير راه كتنادي بالكاس. فهمتي ولا؟ ما كتناديش بالفوز، الكاس. احنا بغينا الكاس. الا انا مشى بهذه الطريقه راه ما كاين الكاس. ما كاينش الكاس. ما كاين الكاس. فهمتي ولا؟ هذه غير مالي. ونتلاقاو مع الكاميرا ونتلاقاو مع في رقم الجهدان يسرى وجنوب، كيفاش غادي يقولوا؟ حاجه باينه. حاجه باينه. المدرب خصو يغير الخطه. السعودي شويه تغير في الخطه. قفص لجميع المحللين الرياضيين الكبار، اداء المنتخب غير مقنع، والسبب ديالو هو المدرب. الصراحه اللاعبين كاينه وكاين اللاعبه كيف كيقولوا المصريين، ولكن خطه المدرب غايبه. الكاريزما المدرب ما بايناش على الملعب. فهمت ولا؟ ما كايناش في الملعب. الكاريزما المدرب ضعيفه وما بايناش. لان احنا اعاده النظر وبنادم خصو يقبل الانتقاد. فهمت ولا؟ هذاك الشيء اللي كاين. من اجل مصلحه الوطن
خصو يجوز من الانتقاد، فهمت ولا؟ لأن مولاي الحسن تواضع هو عنده رفعنا من المعنويات والجماهير طلعت من المعنويات، القجاع وفر لهم جميع الامكانيات. شوف ما كاينش شي عذر غير الفوز. ما كاينش العوده. ما كاينش نهدوها للمولاي الحسن. وشنو بان لك من خرج في التصريح قال لك انا حنايا ما عندناش مع مثلا مع التعادل، خرجنا التعادل ماشي قال مشكل. لك سيطرنا على المقابله. قال لك شوف. المهم غادي نربحوا المقابله الجايه. شوف المدرب اولا النتيجه، ثانيا عدد الفرص الكره الحديثه. اذا فرجتيني وخسرت شنو غنستافد من الفرجه؟ داكشي. غنستافد والو. وحتى الفرجه ما كاينش شي فرجه كتبان لي. الجماهير كانت هناك جماهير كبيره، يعني هذيك الجماهير كان الصراحه تستاهل الانتصار ويهديو هذيك الفوز. ولكن شنو نقول لك، هذه هي كرة القدم. هذا هي كره هذه هي القدم. كرة القدم. احنا مازال عندنا شي حاجه اخرى ان شاء الله، مازال نستعدوا، مازال غادي نلعبوا، مازال غنفوزوا، مازال غنتصروا. المهم هو النديه خصو يلعب اللعب. المهم انت كتقول خاص تغيير في سميتو. تغيير لابد، تغيير ولا بد. لابد، لان كاين شي عقليه ديال المغاربه خصها تغير، فهمتي ولا؟ داكشي. ايوا لا اله الا الله محمد رسول الله، فهمتي ولا؟ وفي نظرك المقابله الجايه واش فيها شي ربح ولا كيف كيبان لك؟ فيها ربح ان شاء الله. فيها ربح. ضروري نربح، الا ما كاينش ربح مشينا فيه. صافي مشينا. مشينا فيه، فهمتي ما ولا؟ كاين لاش عاد نهضروا نزيدوا في الهضره عاد لا كاع. ما هدر. صافي. لا هدر الا ما كان نبغي الربح. غير الركراكي يجيبوا لنا شي مدرب اخر. صافي غير يمشي كاين- يروح. كاين لعابه اخويا في المستوى ما عيطلهمش الصراحه، حتى الجماهير كتنادي بهم. الحريم بحال لاعب البطوله. لا كاين بزاف د اللاعبين الصراحه ما عيط لهمش الصراحه. نعم في وتور كاين، فهمتي ولا؟ او كاين ولكن الله يهديه ويصيب المدرب، فهمتي ولا؟ كاين لعابه الصغيرين، كاين بزاف لعبه في البطوله. بوفتيني احسن من اليامي، بالنسبه لنا بوفتيني احسن من اليامي الصراحه يعني. جو لاعب في المستوى كيلعب بالنديه. واليامي دابا هذيك اليامي قدام اللحم الوالدي ما محله الاعراب. فاش كيلعب النجمه السعوديه، النجمه شنو بالنسبه للحريمات. كاين فرق بزاف. كاين فرق بزاف. ارسون فينغر كان في اللجنه التقنيه في كاس العالم، اعطى احسن لاعب للحريمات فينغر، وما ادرك ما فينغر. فهمت ولا؟ مدرب الاسطورات تدريب كره القدم الفرنسي عاد يجي الركراكي. اش نقول لك، ما نقدروش، كاين شي حاجه في الكواليس الله اعلم، فهمت ولا؟ المهم حنا ما نقدروش نعلموا كيف قلت. عشان نعلم حنا دابا حنا الجمهور كنهضروا صافي داكشي اللي كاين، كنهضروا صافي كنقولوا خاصو التغيير، خاصو يدير هادي، خاصو يدير هادي. دابا ولكن حنا الجمهور فرجاوي كتعجبنا النتيجه، كنفرحوا بالنتيجه. كنعجبنا حنا نربحوا نخرجوا الشارع ولكن زعما الصراحه نهوتوا نحيحوا. كان انتقاد المدرب الصراحه انتقدناه من اجل مصلحه البلاد وصافي، ماشي انتقدناه يعمل شي حاجه، فهمت ولا؟ هذاك الشيء اللي كاين ماشي على حساب شي حاجه. حنا راه ما نعرفوش اكثر منه، ولكن انا كيبان الخلل، كاين شي حاجه خلل، كاين وان خصها تصلح، داك الشيء اللي كاين. فهمت ولا؟ خصها الاخوات ديالها تصلح، فهمت؟ الا بقينا هكذاك يعني ما غنديروا حتى حاجه. الا بقينا دائما كنقولوا هذا كراكي مزيانه فهمتي، انا ما يبقى عاد يزيد فيها. شوف غنقول لك واحد الحاجه، حنا مازال كنعيشوا على الذكريات المونديال. هذاك الشيء اللي كاين. حنا المونديال سالينا له كمرحله، سالينا له، فهمت ولا؟ حنا كنوليو خصنا الفوز متعطشين، حنا الفرق الوطنيه متعطشين للالقاب. بلا لقب ما تهضرش معايا، حنا القجع ما عندوش اللقب ما تهضرش معايا. والامير البلاد بغاها المنظومه الكرويه اللي طورها هو، دار الاكاديميه ودار بزاف والدوله صيرت بزاف الفلوس على كره القدم. خصنا اللقب، خصنا نفرجوا اللقب. لا واللقب اقبل الفرجه بالنسبه لي انا، فهمتي ولا؟ يعني التهاون والتخاذل ما كاينش. الكاس هو ما ادرك ما الكاس خصها تبقى هنا في المغرب. راه العديان صاحبي ما خلاو ما قالوا فينا صاحبي، انت ولا كيجبدوا لنا دابا في الواقع ما قدروش يجبدوا لنا لعيب، دابا كيجبدوا لنا لعيب بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي. فهمتي ولا؟ يعني احنا هالعديان هذا
الصحافة العديان، الصحافة لهاد الجزائر وصافي مش فهمت ولا. اما الشعب الجزائري فوق راس العين، هو كيعرف ذوق الكرة وشعب بعينه كاين فرق بزاف فهمت. لان هذاك الجمهور اولا كنحيوه من هذا المنبر. حنا رحنا خوا كيف كيقولوا هما، وحنا مسلمين وحنا عرب وحنا بزاف الحوايج كانت بيناتنا. لهذا كرة يعني من اجل هاد الناس هذو كامل خصنا نفوزوا. خصنا نفوزوا لابد. خصنا نفوزوا. إلا ما فوزناش غير كنلعبوا على راسنا وكنضحكوا على راسنا. هذاك الشيء اللي كاين. لأن الفرجة وبلا لاقة ما بحال شي طعم ما عندوش المذاق. هذاك الشيء. يكون خير إن شاء الله. قبل أن نعزل. ايوا كنتمناو الخير ان شاء الله. الشيء اللي كنتمناو ان شاء الله. وتحية للجميع ومبروك العواشر إن شاء الله. تحياتي لك ايضا. شكرا أخي جعفر، الله يخليك.